السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نعمل مع بعض النهاردة العاشورة، حالة كده سهل وبسيط بيرطب على القلب. كل سنة وانتم طيبين. يوم طبعا جميل ويوم مبارك كده، وربنا يغفر لنا فيه ذنوبنا. يوم طبعا عظيم كده. ربنا يجعل ايامكم كلها سعد وهنا وفرح. احب ابدا معاكم الوصفه. هنعمل العاشوره النهارده على طريقتي انا، ليها تركات كده معينه. شايفين القوام بتاعها كريمي وجميل خالص ازاي، طعم كمان تحفه. اتمنى تتابعوا الوصفه معايا لنهايه الفيديو عشان تستفادوا بكل تفصيله فيه. نبدا الفيديو مع بعض، بس قبل ما نبدا اتمنى اللي مش مشترك في القناه يشترك وفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا مني كل جديد. نبدا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا القمح. شايفين قمح القمح اللي معايا ده اسمه قمح مكرونه، مش قمح بلدي. في فرق بين ده وده. القمحه البلدي بتبقى طويله شويه عن كده، لكن دي بتبقى كده ايه، مدوره شويه، مليانه شويه. حتى بعد كده في التسويه تلاقي شكلها كده ايه، بومبي معاكي كده مدوره، مش بتبقى طويله خالص. اخدتها غسلتها معايا كويس، اتاكدت ان انا غسلتها معايا كويس بالشكل ده كده. اي غبره فيها، اي طينه فيها، اي حاجه زي كده، طبعا اتاكدت من نظافتها كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ تاني خطوة هحط عليها 2 لتر كده من المية، وهسيبهم ينجحوا معايا 4 ساعات، 4 ساعات او 6 ساعات منجوعين معايا. بضيف عليهم ده تاني مكون كده، تاني مكون معايا انا بنجعه كمان معاهم، علشان كمان لما اجي اسويه ما ياخدش ايه معايا تسوية كتيرة. ده كوباية من الرز، رز مصر عادي. معايا القمح هنا يعادل 3 أكواب، الأكواب اللي هي المجات بتاعت الشاي اللي أنا حطيتها قدامك دلوقتي. حطيت عليهم كوباية من الرز كده، عشان يبقى معايا ايه، متعادل. معايا 3 أكواب من القمح عليهم كوباية من الرز. ضفت عليهم 4 معالق كده من السكر. هنزل عليهم هنا ب2 لتر كده من المية. هغطيهم كده معايا خالص كده بالميه بالشكل ده كده. هسيبهم كده منجوعين معايا من 6 ساعات، من 4 ساعات ل6 ساعات بالشكل ده. هحطهم عندي كده على الرخام عادي، وهسيبهم كده منجوعين معايا لحد ما ايه، احس ان الرز ده كده بيشت معايا شويه. ده بيسرع معايا عمليه التسويه. شايفه انا بغطيهم بميه كده، ميه تكون زياده خالص معايا بالشكل ده. طيب هنا بعد ما نقعتهم معايا، شايفين شكلهم بعد ما قعدوا معايا هنا 4 ساعات، هاخدهم معايا على الحوض، هصفي الميه بتاعتهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اصفي معايا كده الميه خالص، واشطفهم معايا كده شطفه، اتاكد ان هم ايه تمام خالص كده. لو في اي حاجه كمان تاني اتاكد ان هم ايه بيجوا معايا تمام، مفهومش اي شوائب تاني. هجيب معايا هنا بقى الحله اللي انا هسوي فيها. هنزل معايا بالقمح والرز بالشكل ده كده. في الوقت ده انا مولعه على الكاتل، بغلي معايا ميه. هنزل معايا هنا ده سكر حبيبات عادي خالص. هنزل معايا هنا كده 5 معالق 6 معالق، بس ده بيسرع معايا عملية السوى مش اكتر. لا، ده مش بحليه، يعني ده مش هيحلي معايا العاشورة. ده مش التحلية بتاعته، ده السكر بس بيزود معايا كده، بيسرع معايا من عملية التسوية. هنزل عليهم بمية مغلية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. اتأكد كده ان هو ايه، المية مغطية معايا القمح والرز بالشكل اللي انتوا شايفينه.
هرفعهم معايا كده على النار لحد ما اتاكد معايا ان الرز، شايفين حبات الرز شبه ان هي خلاص كده دخلت على ان هي ايه، تدوب معايا خالص كده، زي الرز بلبن، يعني استوت معايا بزياده. هعمل ايه دلوقتي في اللحظه اللي انا فيها دلوقتي؟ هقفل معايا النار وهغطي معايا هنا الحله وهسيبها معايا نص ساعه. انا رفعتها على النار نص ساعه، وبعد كده غطيت عليها وقفلت عليها النار وسبتها نص ساعه. بعد النص ساعه انا فتحت عليها النار تاني وضفت عليها. دلوقتي هبتدي ايه، اضيف معايا السكر. ضفت معايا كوبايتين من السكر ده حسب الرغبه طبعا، ممكن تحطي معاكي ايه من كوبايه ونص لكوبايتين، براحتك انت على حسب الحاله انت عايزه ايه. دلوقتي انا معايا كيلو ونص من الحليب، اللبن زي ما انتم شايفين معايا كده. خدت منه كوبايه واحده بس من اللبن وهو لسه بارد، وضفت معايا باقي كميه الحليب معايا كده، ضفتها كلها وسايباهم دلوقتي انا على النار يغلوا كده معايا. هبتدي احضر الخطوه اللي بعديها. معايا هنا اكياس اللي هي الكاستر اللي هو الاصفر ده. السر بقى ايه في الطعامه والنعومه كده بتاعت القوام والطعم، هيجيب معاكي لاخر الشرب. الريحه والطعم خيال يا جماعه. ممكن طبعا دلوقتي في حد يقول ان هو ما عندهوش الكاستر ده او ما بيحبش الكاستر، ممكن احنا نستبدله معانا بالنشا، نشا الذره الابيض العادي. ضفت معايا هنا 3 اكياس من الكاستر زي كده، وضفت عليهم كوبايه اللبن او كوبايه الحليب اللي انا حشتها من الكيلو ونص من الحليب اللي انا ضفته على العصوره معايا زي ما شفتوا كده في الفيديو. هبتدي اخلطهم معايا كده كويس، اتاكد ان الكاستر داب معايا خالص، وهبتدي ايه انزل بيهم على الحليب معايا والعصوره بالشكل ده كده لحد ما القوام بتاعها يربط بالشكل اللي انتوا شايفينه. القوام بتاعها كريمي، قوام فظيع يا جماعه. القوام والريحه انا كنت اتمنى ان انتوا تبقوا موجودين معايا في اللحظه دي عشان تشموا الريحه بتاعتها فظيعه. اول ما اتاكد بقى من ان القوام بتاعي اتشكل معايا بالشكل ده كده وبيجي كريمي معايا بالشكل ده، خلاص كده انا اكون وصلت معايا للقوام المظبوط. هبتدي دلوقتي ان انا ايه اطفي النار عليهم. ومعايا هنا اربع اكياس من الفانيليا، او ممكن نحط معلقه من الفانيليا السائله المتوفر عندك. هنا انا باكد عليك ان انا طافيه النار، انا طفيت النار وبعد كده ضفت الفانيليا. هقلب معايا الفانيليا بالشكل ده كده. شايفين القوام بتاعها كريم ازاي؟ تحفه يا جماعه. عصوره السنه دي عصوره مش عادي، طبعا على طريقتي انا كده هتبقى تحفه باذن الله، كده هتعجبكم. هبتدي معايا هنا الاطباق او الكاسات اللي انا هقدم فيها العصوره بالشكل ده كده. هبتدي اغرف معايا كده العصوره بالشكل اللي انتوا شايفينه. القوام بتاعها كريمي، هي لسه سخنه بس القوام بتاعها شايفين كريمي ازاي وخطير. هعبي معايا الكاسات كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه. نيجي دلوقتي لتزيين العصورة. طبعا التزيين ده يرجع لك انت، ممكن بقى زبيب، جوز هند، مكسرات، كنافة متحمرة، جلاش بالشكل اللي انا حطيته ده، المتاح عندك او اللي انت تحبيه. انا هنا زينت معايا الوش كده او جرنشت معايا الوش بالجوز الهند والقلاش. ادى معايا شكل كده مختلف وشكل جديد، والطعم كمان ميكس كده خطير، طعمه تحفة خالص يا جماعة. اتمنى طبعا ان انتوا تجربوا معايا الوصفة بنفس الخطوات اللي انا عملتها، هيطلع معاك القوام كريمي وتحفة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. اللي وصل معايا كده لنهاية الفيديو ما ينساش يصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، يسيب لي كده تعليق
جميل كده. تسلم ايديكم وعينيكم. كده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. طبعا اللي مش مشترك في القناة اتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل، مشاركات لكل حبايبنا علشان الكل يستفاد. وكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.